رمت نفسها من الدور ال 13. بسنت اللي رمت نفسها من الدور ال 13 امبارح في اسكندريه، وطبعا كلنا شفنا البث وشفنا هي عملت كده ايه، وكان لايف، وطبعا صوتها واستشهادها وان هي بتنطق الشهاده وصوتها وهي بتقع. طبعا دي حاجه صعبه قوي، ورب ما يكتبها على اي حد في الدنيا. اولا البقاء لله، وربنا يصبر اهلها يا رب ويبعد عنهم كل شر. عايز اتكلم في نقطه مهمه قوي يا جدعان. محدش يستاهل في الكوكب ان انت تنتحر عشانه. محدش يستاهل اللي انت تموت عشانه، مهما كان عمل ايه ومهما كان اذاك ازاي. امشي، سيب البلد وامشي، سيب له المحافظه وامشي يا باشا. ابعد عن الناس، ابعد عن الدنيا. قتل النفس مش سهل. كان لسه برضو من فتره كان في شاب انتحر من على كوبري واتعلق ولقوه متعلق، وقبل منها الناس اللي كانت بتاخد حبايه غلق. يا جدعان قتل النفس مش سهل. مش فكره ان انت مش اللي هو لما اموت نفسي كده انا خلاص الدنيا تمام وكده انا ارتحت من هموم الدنيا. لا، مش كده. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ربنا ما بيدكش ابتلاء او ما بيبتلكش بحاجه الا لو انت قدها. انت كده كده هتبقى قدها، بس انت تؤمن بربنا سبحانه وتعالى وتقرب منه. طبعا ربنا يرحمها وربنا يسامحها. وفكره ان هي عملت كده، في ناس طبعا يعني شيوخ او بيقولوا ان هو طبعا قتل النفس طبعا ده حرام. بس فكره ان انت يا جدعان ما نلجاش، ما بقاش تفكيرنا اللي هو اللي بقى الموت سهل ان احنا ننتحر. دي حاجه سهله اي حد يعملها. وفي نفس الوقت لا، طبعا كده كده التحقيقات يعني تحولوا النيابه، والنيابه بتحقق في ايه سبب الوفاه وايه اللي خلاها تعمل كده. ولو السبب كان جوزها، فانا بقول له كلمه وبقول لكل راجل كلمه مهمه جدا: ما توصلش مراتك للمرحله دي. ما توصلش مراتك ان هي في يوم من الايام تنتحر وتنهي حياتها، لان ولادك اللي هيتيتموا، ولادك اللي هيتاثروا نفسيا، ولادك هم اللي هيتعبوا. مش انت كده كده بالنسبه لك. لو انت طلقتها ومش فارقه معاك ولادك، فكر في ولادك. فدي نقطه. لو فعلا السبب هو جوزها، ولو السبب كان اي حد تاني، اصحاب، اهل، ضغوطات، الكلام ده كله، يا جدعان محدش يستاهل اللي انت تموت نفسك عشانه. اقسم بالله العظيم ما حد يستاهل، ولا في حاجه في الدنيا تستاهل ان انت تموت نفسك عشانها. فربنا يرحمها يا رب ويسامحها، ويا رب يا رب ما نسمع عن الحاجات دي تاني، عشان احنا بالفتره الاخيره بقى انتشر الموضوع ده بشكل رهيب وبقى فظيع، يعني بشكل فظيع. فربنا يرحمها يا رب.